الترانسفير ويندو يا جماعه، خلاص يا جماعه الترانسفير ويندو فتح في شهر 6 ودلوقتي كل لعيبه على الماركت، واي نادي عايز يشتري حاجه بيروح يجيبها من قفاه. داخلين شايفين مانشستر سيتي، شايفين اي سي ميلان، شايفين مانشستر يونايتد والافساد بتاع كل سنه ربنا يكرمنا، وفي لعيبه جامدين جدا كل الناس بتجري عليهم. عندنا اول لعيب طبعا امبابي ده اللي جنن الناس كلها، وفي الشامبيونز ليج عمل شغل حلو جدا مع موناكو وقال لك ده هنري الجديد ومش عارف ايه. امبابي لسه عنده 18 سنه، كل الناس بتجري عليه. مانشستر يونايتد عرضه عرض ب 80 مليون واترفض، ارسنال عرضه عرض ب 100 مليون واترفض، في كلام من ريال مدريد، في كلام من مانشستر سيتي، في كلام انه ممكن اصلا يقعد في موناكو يكمل سنه، هنشوف. بس انا اتوقع انه ممكن يقعد، بس لو امبابي انتقل وراح ريال مدريد او راح اي نادي تاني هيكون فعلا بمبلغ هيكسر الترانسفير ريكورد بتاع الراجل الطيب ده. جان لويجي دوناروما، تخيل يا جماعه انك ناشئ والنادي اللي انت طالع فيه ومربيك عرض عليك 5 مليون يورو في السنه وقال لك انت حجر اساس المشروع الجديد وانت رفضت. ده اللي عمله دوناروما. النادي راح اشترى فرانك كيسي واشترى ريكاردو رودريجيز وموساكيو واشترى ادريان سيلفا وقال لك احنا بنبني مشروع جديد. الراجل فاسوني المدير التنفيذي الجديد قال لك دوناروما ده حجر الاساس وهنبني عليه مشروع النادي. جابوا بقى دوناروما، جدد عقدك يا ابني عشان فاضل له سنه. هو طبعا وكيله اللي بيلعب في ودنه زي ما لعب في ودن الراجل ده برده مينو رايولا، قال له لا وهجيب لك عرض احسن وفلوس احسن وبتاع، ودوناروما رفض التجديد. سامعين بقى يا ترى يوفنتوس لعبوا في ودنه؟ رايولا جاب له عرض من ريال مدريد وقال لك هنقعد نتكلم معاه وبتاع، وريال مدريد قال لك احنا ممكن ندفع من 25 30 مليون يورو. طبعا الاخبار والانتقالات دي كلها والشائعات دي طلع فاسوني قال لك 30 40 مليون يورو، انا شاري النادي ده ب 800 مليون فمش هيفرق معايا ال 40 مليون، ودوناروما هيقعد في المدرج. فهنشوف دوناروما هيقعد هيجدد هيتباع ولا هيقعد في المدرج فعلا. الخبر اللي احنا صحينا عليه، انا كنت نايم وصحيت كده بفتح تويتر لقيت سكاي سبورت كريستيانو رونالدو عايز يمشي من ريال مدريد، اللي هو يا جماعه خلاص خبر بقى كل سنه ده عايز يجدد عقده وعايز يزود المرتب وبتاع. وبعدين ببص لقيت انه من 8 شهور كان لسه مجدد عقده ومجدد 5 سنين لحد 2021. لقينا بعد كده البي بي سي، لقينا اوجوجو، لقينا الماركا، كل المواقع الكبيره بتقول لك فعلا الخبر ده حقيقي ورونالدو فعلا عايز يمشي. في ناس بقى بتقول انه بسبب الضرايب، في ناس بتقول انه هو مش مرتاح في مدريد، في ناس بتقول انه خلاص خلص كده، في ناس بتقول انه برشلونه حامت ميسي في حوار الضرايب ده لما كان عليه 3 مليون تهرب ضريبي وحمته، والصحافه الاسبانيه الكاتالونيه حمته. رونالدو مستني الكلام ده من اداره مدريد، مستني الكلام ده من جمهور مدريد اللي قال لك من اسبوعين قبل الفاينل قال لك ده بيصفروا عليا وبتاع. شخصيا انا شايف انه صعب انه يمشي من مدريد، جمهور ريال مدريد هيهديه، الاداره هتظبطه سواء في فلوس او انها تحميه من حوار الضرايب ده. وحتى لو مشي هو هيروح في حتتين، يا باريس سان جيرمان يا مانشستر يونايتد. هو شايف انه لسه بدري قوي عليه انه يروح امريكا، او طبعا مش هيروح الصين. باريس سان جيرمان ممكن بالمرتب اللي هم عارضينه، بالفلوس اللي هم عارضينها، عارضين 30 مليون في السنه وترانسفير فيه 150 170 مليون، رقم كده خرافي. مانشستر يونايتد المشكله في مورينيو، هو كان عنده خناقات كتيره جدا مع مورينيو واتخانق معاه قبل ما يمشي، وقعدوا الاثنين يشلوحوا في بعض كده زي الستات وقعدوا الاثنين كده يلسنوا على بعض يعني. فقال لك ايه ما حدش ايه بيعمل توريت في الطبق اللي بياكله ولا حاجه، المثل ده مش عارف بيقولوا ايه. ايوه دونت شيت وير يو ايت. ففي الاخر صعب جدا ان هو يرجع مانشستر يعني، فهنشوف. ليوناردو بونوتشي يا جماعه وصل لمرحله انه خلاص هاندز داون ده احسن مدافع في العالم في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ده. راجل عنده 30 سنه، ففي عمر المدافعين وبامكانيات بونوتشي نفسها هو عنده مثلا 3 سنين 4 سنين كوره في التوب ليفل. بونوتشي بالنسبه له في يوفنتوس هو خلاص عمل كل حاجه ممكن تتعمل، غير انه ما كسبش الشامبيونز ليج، وصل فاينالين مع يوفنتوس ما عرفش يكسب الشامبيونز ليج. فدلوقتي هو ابتدى يفكر ان هو اوكي العرض اللي جالي الصيف اللي فات من مانشستر سيتي ورفضه، بيفكر ان هو يقبله دلوقتي في مانشستر سيتي، في تشيلسي، كونتي عايزه في تشيلسي، وكونتي اصلا المدرب اللي طلعه وهو في باري في ايطاليا. فهنشوف بونوتشي هيروح ازاي، بس لو راح تشيلسي هيفرق معاهم جدا، ولو راح هيبقى برقم مش اقل من 60 مليون يورو. العنتيل اليكسيس سانشيز، انا شخصيا شايف ان سانشيز بيضيع احلى سنين عمره في ارسنال. هو شايف دلوقتي ان ارسنال وصل لمرحله النادي ما عندوش طموح، نادي بيمشي على سطر ويسيب سطر، واللي هو خلاص بيحرق في نفسه وبتاع، واحسن له ان هو يروح نادي تاني. فدلوقتي سانشيز بيفكر طبعا عايز امشي، بس هو فاضل على عقده سنه. في كلام من تشيلسي، في كلام مانشستر سيتي، في كلام من بايرن ميونخ، وكل شويه فيتال يطلع يقول الله لو احنا الاثنين نلعب مع بعض في نادي واحد والله ومش عارف ايه وبتاع. بس هي الفكره في ايه؟ ان فينجر طلع قال اوزيل وسانشيز مش هيمشوا لانه لسه بعقدهم مرتبط مع النادي. فدي النقطه، امتى سانشيز ما رضتش تيجي مانشستر يونايتد في 2014 عشان ما كانوش بيلعبوا تشامبيونز ليج. فدلوقتي هل هيرضى يقعد سنه في ارسنال من غير ما يلعبوا تشامبيونز ليج وهو فاضل على عقده سنه؟ فهنشوف هترسى على ايه، بس ما اعتقدش ان ارسنال فينجر ممكن يبيعه غير لو جاب حد تقيل مكانه، وارسنال مش هيجيبوا حد تقيل مكانه غير لو عرفوا يجيبوا مبابي او لاكازيت، ودول برده ما يتحسبوش اسامي كبيره قوي هيفي ويتس تعوض سانشيز. دول يا جماعه اهم ترانسفير رومرز الصيف ده، هنعيش بقى معاها لحد اخر الصيف وهنكمل لكم كل شويه بالابديتس وايه اللي بيحصل فيها. قولوا لنا في الكومنتات ايه الترانسفير رومرز التانيين اللي انتوا شايفين انها ممكن برضو تعمل سخونه وساجا تمتد لحد اخر الصيف. انا برضو بفكر ممكن نقول فيراتي لبرشلونه، ممكن نقول موراتا، حوار ده مد كتير قوي. قولوا لنا يا جماعه في الكومنتات ونشوفكم الحلقه الجايه.